عودة عبد الرحمن للمباريات المؤجله اولمبيك نهضه بركان اولمبيك سافي هي مباراه كذلك مباراه قمه. فريق النهضه البركانيه اللي كيحاول انه ينتصر باش يبقى باش ينقض على الصداره ولا يدخل لكوكب الصداره. اولمبيك سافي كذلك كيحاول ينتصر، ولكن عبد الرحمن بالمقابل اولمبيك سافي كيعيش وضع صعب ماليا. عبد الرحمن ربما ما عندوش باش يتنقلوا للاخر ما مستجد، يعني في اتصالات بأحد المسؤولين، يعني ماليا عبد الرحمن الفريق نهار، ماليه الفريق على حافه الانهيار. الفريق الان في حاجه ماسه الى تدخل عاجل من طرف جميع الفعاليات ديال المدينه، لانه كاين تراكم ديال الاجور ديال اللاعبين، تراكم ديال الاجور ديال المؤطرين، كاين حتى مشكل ديال عبد الرحمن ديال الامتعه، كاين اشكالات كبيره كتواجه اولمبيك سافي. نتمنى ان فعلا عبد الرحمن، ولكن لانه الله يحسن العوان الفريق الان بعد جوج نتائج ايجابيه مع عبوب، تعادل مع فريق الرجاء الرياضي وانتصار على فريق الجيش الملكي، ونسمعوا هذه المشاكل. اللاعبين باغيين فلوسهم، المؤطرين ما مخلصينش. عبد الرحمن لا حديث على الجمع العام، لانه ملي كتسول المسؤولين كيقول لك حنا موجدين الوثائق موجدين كل شيء، كنتسناو لانه حاله، لان الحاله ديال اولمبيك سافي حاله شاذه. عبد الرحمن ما كاينش شي في القانون في حاله الاعتقال ديال الرئيس يدار جمع عام. الان كون كيتسناو، قال لك عبد الرحمن كيتسناو ما ستسفر عنه الجلسات ديال المحاكمه ديال الرئيس، لانه الان في استئناف، راه في استئناف، ربما سادس جلسه او سابع جلسه اليوم ديال الاستئناف في مدينه الدار البيضاء. حتى عبد الرحمن في حاله استئناف الفريق. اذا عبد الرحمن ما كاينش حتى ذوك العقلاء داخل الفريق، لانه الان الرئيس داير تفويض النائب الاول الرئيس ديالو. النائب الاول ديال الرئيس عبد الرحمن كيتحمل التدبير ديال هذه المرحله منذ بدايه الموسم، ولكن الان الحساب المالي ديال الموسم الماضي راه واقف رغم انه موجود. ما عرفتش علاش. انا كان واحد المقترح عبد الرحمن تيقول انهم يديروا جمع عام عادي ويخلوا المكتب الحالي هو اللي يسير، ريتما تبان بوادر ديال المحاكمه ديال الرئيس. ولكن هما كيقول لك وقت كيكون كما قلتي، وقت يكون نتسنوا الفريق تيطيح، وقت كيكون استئناف راه كتسنى النقد. ولكن عبد الرحمن هذا الوضع لا يسر لا الصديق ولا العدو. نتمنى ان مكونات اولمبيك سافي تعرف تشوف مصلحه الفريق هي الاولى، ونتمنى كذلك انه تكون بوادر ايجابيه، ونتمنى ان الحكماء ديال الفريق عبد الرحمن اللي منذ قديم بحال سي احمد غيبي، بحال سي خالد الوزاني، بحال انور كبيره، الرؤساء السابقين، على الاقل يتلم هذا الشمل ويحاولوا يوفروا الموارد الماليه. الان راه كاين طلب المؤسسه المحتضنه المكتب الشريف فوسفات باش يعطي الفريق واحد تسويق، ولكن نتمنى. وكذلك كاين انتظار ديال منحه الجامعه اللي مازال معطله. كما قلنا عبد الرحمن كاين حاله تنافي، رئيس الجامعه وخمسه اعضاء اخرين منخرطين داخل المكتب. كاين ثاني منحه المجلس الاقليمي مازال معطله. يعني كاين اذا الفريق محتاج الفلوس الان عبد الرحمن، ماشي لان هذا هو الخطا اللي كطيح فيه الانديه، وان دائما مجالس المنح المنتخبه ما كتعطاهاش في الوقت ديالها، كتعطى حتى لنهايه الموسم.